عندنا فرصه محمد صلاح وهدف اول وفرصه وهدف اول وفرصه وهدف اول. هو احنا ممكن نعمل ايه مع غانا نقدر نكسب بيه غانا فنعرف ناخد ال3 نقط المهمين جدا اللي بالمناسبة احنا معرفناش نكسب موزمبيق؟ امر محتاج تكتيك وتفكير ومخمخة وقعدة مع رضا عبد العال. يا ترى هنعمل ايه؟ اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك في القناة وتعالى نتكلم مع بعض شوية ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة المفروض ان احنا نعملها هو ان انت ما تلعبش بضغط العالي، ما تلعبش بحماس زيادة، ما تلعبش بان انت كل اللعيبة طايرة قدام، لان غانا مش من المنتخب الضعيف اللي لما تضغط عليه قدام مش هيضربك في ظهرك ويلحق المساحات اللي في ظهرك. طيب هنعمل ايه؟ هقول لحضرتك هتعمل ايه. هتقابل من نص ملعبك عادي جدا، الفرقه اللي قدامك ما بتتعبش، واخده على الاجواء الافريقيه دي، والكلام اللي بالنسبه لك هيخنقك في الشوط الثاني ونفسك وهتتعب طول الماتش ده مش هيحصل. طب ايه اللي هيحصل؟ لا انت تقابلهم من نص الملعب، هتوفر مجهودك يعني ما تبقى منه في اواخر الشوط الثاني. الماتش هيبتدي امتى؟ الماتش هيبتدي بعد الدقيقه 30. بعد الدقيقه 30 والماتش 0-0 دي ساعه الصفر بتاعت منتخب مصر. تتحول فجاه وتضغط من كل حته في الملعب. ما تلعبش محمد هاني عشان مش هيعرف يقفل ورا كويس، ونفس الوقت ما تلعبليش اسمه ايه عمر كمال برضو عشان يعرف يضرب من ورا. انت هتلاقي محمد عبد المنعم يمين، وهتحط علي جبر وحجازي في النص، وعلى الشمال احمد فتوح. تمام. هتحط لي حمدي فتحي. تمام. امام عاشور واحمد سيد زيزو. تمام. اسمه ده محمد صلاح على اليمين، تريزيجيه او عمر مرموش، وهتحط بقى ايه مصطفى محمد، ده لا خلاف عليه، مفيش حد يقدر يسد معاه. طبعا محمد الشناوي ده كلام مش هنتكلم فيه اصلا، دي خلصانه من بدري. دي التشكيله اللي لازم ان احنا ايه نشتغل عليها. تمام. ابتدت الدقيقه 30 تضغط من كل حته، تشتغل على كل الحاجات. محمد صلاح ما بيعرفش يستلم بين الخطوط، محمد صلاح بيستلم في ظهر المدافعين هناك على الطرف، وبيقدر يشغل لك الملعب من هناك على الطرف. طب انا الكلام ده بقوله؟ لا، هو ده الراجل ده اللي بيقوله، ده يورجن كلوب، ده هو اللي عمل ده، خلاه بقى ايه جامد. فعشان كده انا بقول لك هو الراجل ده بيشغل الفرقه كلها عادي من على الطرف، يعني مش لازم يشغل الدنيا من جوه الملعب. تمام. احمد سيد زيزو لازم تديله حريه شويه يعمل اللي هو عايزه، الراجل ده في الزمالك رقم 1، فالخنقه اللي هو بيبقى فيها في المنتخب دي مش هتساعده على انه هو يطلع لك افضل ما عنده. يبقى لازم تخلي احمد سيد زيزو يتحرك بحريه شويه ويدي اوفرات واسيستات، ولو هيشوط مش مشكله. خلصنا. باصي صلاح يا تريزيجيه خلصت من ايام كوبر، ولو انت فاكر لما باصي صلاح كتير ده مش هيكسبك والله، وقسما بالله ما هيخليك تكمل في المنتخب. تمام. مصطفى محمد وراجل بيجيب جون من اقل فرصه، يعني لازم نشتغل عليه اكتر ما نشتغل على محمد صلاح. تمام. وبكده دي تكون البرشامه الصغنونه خالص اللي تقدر تكسب بيها ايه غانا، مش اكتر من كده. بقى تحاولش انك تلعب هجومي وتكون انت الضربه الاولى قدام غانا، لان انت لو حطيت جون هيجي الشوط الثاني نفسك مقطوع، مش هتقدر تكمل. ما تهنبكش وما تهجصش وما تقولش احنا فراعنه ومصريين والكلام ده. اللعيبه اللي في الملعب دي ربنا يهديها، جو ان احنا ادعم مين؟ هو من امتى الدعم بقى اجباري؟ من امتى؟ طول عمره اختياري. فرقه عجبتني ادعمها، ما عجبتنيش ما شجعهاش، ده الطبيعي. وطن، لا احنا مش رايحين نحتل اسرائيل، ما تحورش عليا، انا مش رايحين نحتل اسرائيل، فما تتعبنيش. هتلعبوا رجاله هتشجعكم، مش هتلعبوا رجاله مش طايقينكم اصلا اساسا. يعني انتوا لو بتخسروا نهائي وبتلعبوا رجاله، خسرتوا 2 نهائيين، واحد مع كوبر مقنبر ورا ومش هتاخد على عينيك برضو، والتاني همبكه وهجايص ومجاملات وحاجه كانت قرف، وعمرو ورده وما ورداش، شغلانه بقت عك خالص. راجل هنشجعك، مش راجل هتاخد من ده، يعني زي ده بالظبط. انا ما شفتكوش لعبتوا غير هو ماتش واحد بس، الجزائر بس، وكان مطرود منكم واحد، فلعبتوا رجاله. ان لعبكم ناقصين، والله لعبكم ناقصين، لو ده بيشغلكم لعبكم ناقصين.
خلصت كلامي، كان معاكم احمد نصر. متنساش بقى تعمل لايك للفيديو، ولو انت مختلف مع كلامي قول لي في الكومنت.